بُصّوا يا جماعة، عشان أنا تعبت من هذه البوستات، ما أعتقدش إن في دكتور في الدنيا هيقول لمريض أنت عندك مشكلة في الأنف والّا في الأذن عشان كشفك واحدة منهم بس. يعني أنا دكتور روماتيزم لمّا ييجي لي عيان عنده مشكلة في ركبته وفي دراعه وفي ضهره هاقول له اختار لك واحد منهم بس أكشف عليه؟ إحنا كدكاترة يعني الكلام ده كلام هبل. أولًا التشخيص ساعات بيضطرني إن أنا أدوّر في حاجات حتى المريض ما اشتكاش منها أصلًا. يعني أنا بييجي لي مريض أنا باسأله في حاجات هو ما اشتكاش منها، وساعات باضطر أبحث حاجات وحِتَت في جسمه أو أعمل له تحاليل وفحوصات في حِتَت هو أصلًا ما اشتكاش منها. فمنين بقى هو مشكلته في الودن والّا في الأنف؟ يا حبيبي ما هو ده ممكن يكون نفس المرض بيسمّع في الاتنين. ما هو اللي مش عارف بيقول عدس. الناس بتهبد وتقعد تفتري على الأطباء بما لا يعني في أطباء وحشين مش إحنا مش ملايكة، لكن مش الهبل ده، ده اسمه هبل واسمه تخلُّف. ما فيش حاجة في الدنيا اسمها اختار لي حاجة منهم أكشف لك عليها.